إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكل الإخوة والأخوات. فيديو اليوم غادي نتكلموا فيه على جوج ديال القضايا خطيرين في المملكة المغربية. القضية الأولى بطلها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اللي دبر على واحد الهمزة أخرى صراحة من ظهر المواطنين ومن ظهر الشعب المغربي، وهمزة واش من همزة. والقضية الثانية غادي نتكلموا فيها على قضية واحد البرلماني ورئيس جماعة في المملكة المغربية اللي راهو تيوجد في الباكتاج ديالو في باليزتو، غادي يخوي البلاد رغم انه عنده دعوة للموتور امام المحكمة نهار 16، داير شهادة طبية وباغي يخوي البلاد. وغادي تشوفوا الفضائح اللي داير هذا السيد وكيفاش هاد السيد تيتمتع بالصراحه المؤقت رغم هاد الكميه واللي غادي تسمعوا ديال التهم اللي عليه. ولكن اول شيء الاخوان غادي نتكلموا على قضيه عزيز اخنوش، لانها خطيره بواحد الشكل اللي صراحه تيخلي الانسان تيقول واش حنا فعلا المواطن المغربي عنده قيمه ولا ما عندوش. ولكن قبل ما نبداو الاخوان تنطلب من الاخوه والاخوات فضلا وليس امرا دعم القناه بالاشتراك والاعجاب ومشاركه القناه مع الاصدقاء ومع الاهل. اذا القضيه الاولى اللي بطلها هاد العبقري ديال الزمن ديالو اللي هو عزيز اخنوش، اللي كيف تيقول المثل المغربي داير بحال المنشار طالع واكل نازل واكل، الحاجه اللي شافها ديالته كامله واللي ما شافهاش عنده فيها النص. اخر الهمزات واخر البريكولات اللي دبر عليهم عزيز اخنوش من ظهر المواطن ومن ظهر الشعب المغربي هو محطات تحليات المياه، اللي تنعرفوا كان واحد الامر ملكي منذ فتره، ومطالبه كذلك من الجميع في المملكه المغربيه بانشاء هذه المحطات ديال تحليات المياه لمواجهه قله الامطار والندره ديال المخزون المائي بالسدود المغربيه، نتيجه ديال المخطط ديال المغرب الاخضر اللي كان مخطط فاشل. وغادي نعرفوا علاش الان كاين فاشل، بما انه ماشي كان يعني بمحض صدفه، ولكن اظن كان مدروس ليه وكان مخطط ليه منذ فتره. صاحبنا عزيز اخنوش ديما على القرص وديما حاضر ناظر، ما تتلقاش ما تجيش شي فرصه وما تيكون هو مدبر اصبعو حاطو تما، ديما واجد. وهذا هو السبب اللي غادي نتكلموا عليه اليوم. عزيز اخنوش الاخوان تنعرفوا بانه المغرب الان كيف قلنا بصدد انشاء هذه المحطات ديال تحليات المياه. خونا ما فكرش في الفرصه، ناض منذ فتره اسس واحد الشركتين مختصين في الطاقه الجديده والطاقه الحيه، وكذلك التخصص ديالهم تاع العمليه ديال تحليه مياه البحر. هاد الشركات اللي اسس وحده فيهم تابعه لافريقيا غاز اللي هي تابعه للمجموعه ديال اكوا اللي تنعرفوها ديال ال اخنوش، والثانيه سماها غرينو في افريكا، مشروكه ما بين المجموعه ديال اكوا ديال ال اخنوش ومجموعه فينانسكوم اللي ديال دمن تنعرفوا ديال عثمان بن جلون. وهذا الشيء اللي غادي نشوفوه الاخوان هنا يعني كل شيء موثق. نشئوا فينانسكوم واكوا وسوفينام داروا واحد الشراكه اللي خلق هاد الشركه هادي اللي باش تشتغل في مجال الطاقات المتجدده وهذا الشيء كان في 2015، الفتره اللي كان هو فيها وزير في الحكومه السابقه، وكان هو المشرف على برنامج ديال المغرب الاخضر اللي كان خصو يخدم ويبين فيه نتائج. ونشوفوا الان المغرب تيدفع نتائج ديال التسيير ديال البرنامج ديال المغرب الاخضر اللي كان برنامج فاشل. ولكن الان تيدبر لنا عزيز اخنوش بانه ما كانش يعني فاشل بمحض الصدفه، فكانت يعني كل شيء مدروس. عزيز اخنوش هو وعثمان بن جلون نشئوا هاد الشركات ديال غرينو في افريكا. علاش اخنوش دار جوج شركات؟ باش الا فلتات ما شدتهاش الشركه اللي تابعه لافريقيا غاز وشدتها الاخرى، هو ديما كيف تنقول لكم عنده اما هنا ولا هنا، ديما هو مع الربح، ديما هو موجود حاضر. وهذا الشيء غالبا غادي ترسى عليه، لانه دايرين دوك الاظرفه باش يشوفوا شكون الشركه اللي مقدمه عرض احسن. ولكن تنعرفوا بسبب النفوذ فعلا في الايام الاخيره الماضيه كان اصلا خص يفتحوا هذه الاظرفه منذ اسبوعين، تم تاخيرهم الى غايه اظن 20 او 24 من هذا الشهر الحالي، اللي بسبب واحد الضغط من طرف عزيز اخنوش على المسؤولين على فتح الاظرفه. وغالبا هذا الشيء باش يكسب فيه وقت باش يتم يحضر يعني الاوراق ديالو باش يفوز بهذا المشروع تاع محطه تحليات المياه بالدار البيضاء. القيمه الاخوان ديال هذه الصفقه هذه قيمه خياليه، 1.5 مليار ديال الدولار. وهنا التساؤل تيبان وتيطرح نفسه، واش السياسه ديال المغرب الاخضر
اللي كان عزيز أخنوش مسؤول فيها طلعت فاشلة. واش كانت فاشلة يعني أسباب وراءها عزيز أخنوش والحاشية ديالو، أو لأسباب أخرى، أو هادشي كان تيوجد ليه عزيز أخنوش والزبانية ديالو منذ فترة باش يستافدوا هما دائما من الكوارث اللي تتحل بالبلاد. يعني هذا بالنسبة لي أنا شخصيا ومن وجهة نظري المتواضعة، هذا كان مشروع، هاد الهمزة هادي كانت مشروع تيوجد ليه عزيز أخنوش على المدى البعيد، ماشي مسألة حظ. ولهذا تنقول دائما يجب توقيف هذا الأخطبوط، هذا اللي نادى أخطبوط وسرطان والتي يأكل في الجسد ديال المواطن المغربي، في الجسد ديال الشعب المغربي. لأنه لا خلينا هذا السيد هذا غادي بهذه الطريقة بهذا الجشع ديالو، فهو غادي يستولي على الأخضر وعلى اليابس، وغادي يوصل الوقت اللي غادي يشري فيه من المغاربة الروح ديالهم. إنه هذا السيد ولينا تنشوفوا أي حاجة، أي مشروع في المملكة المغربية أو أي مكتسب في المملكة المغربية، فأخنوش تتلقاه بحاله. أخنوش اللي وزير ديال كل شيء، رئيس حكومة ديال كل شيء، في الطاقة مستثمر، في التغذية مستثمر، في الفلاحة مستثمر. والكارثة هو أنه حتى الوزراء ديالو فهما على الشاكلة ديالو. الحاجة اللي ما خداهاش أخنوش وخلى فيها شي حاجة تيدتوها الوزراء والنواب ديالو. وخير دليل باش ننتقلوا من هاد الكارثة ديال عزيز أخنوش والزبانية ديالو، نمشيو ونشوفوا هاد الأمر الخطير الإخوان ديال هاد النائب البرلماني اللي قلنا هي فضيحة مدوية. ولكن تعودنا في المملكة المغربية، انا ما باقيش وليت تنعرف واش البرلمان ديالنا في المغرب خصنا تيبان لي بحال قاعدين في كوميساريه او في محكمة. كل نهار تيخرجوا لنا قضايا ديال جوج نواب برلمانيين او ثلاثة متابعين بالصراحة المؤقت. ما عرفنا واش الناس مصوتين على برلمانيين على سياسيين ولا مصوتين على حباسة وعلى شفارة. القضيه ديال اليوم الاخوان غادي نتكلموا فيها على هذه القضيه، على هذا البرنامج النائب البرلماني ورئيس جماعه ديال اغران باقليم الناظور، ومتهم سمعوا الاخوان اللائحه ديال الاتهامات اللي عنده. وغتشوفوا يعني هذا الفيديو هذا تيوثق هذه الفضائح اللي داير هذا السيد. اول حاجه هذا النائب البرلماني متابع في حاله سراح مؤقت، لانه عطاه واحد الكفاله ديال 25 مليون مادام انه سارق ومسك عليه الله. يعني داكشي اللي باغي يديروه به ديال شري الحبس ديالك، عندك الفلوس دير ما بغيتي وراه تبقى مبرع في دارك. هذا السيد عنده تهم من بينها الارتشاء، الرشوه، المشاركه واستغلال النفوذ، الغدر، احداث الزئات عقاريه ومجموعات سكنيه من دون اذن او ترخيص، والتزوير في محررات رسميه، وتسليم وثائق اداريه وشهادات لشخص ليس له الحق فيها، واقامه بنايه فوق ملك من الاملاك العامه للدوله دون ترخيص واذن. ورغم هذا الشيء كل شيء هذا نصاب ماشي نائب برلماني، هذا ولد الحرام، هذا كرش الحرام مبرع مع راسو، قاعد مع راسو مع وليداتو في دارو بخير، ما كاين اللي موقفو. كانت عنده نهار 16 يعني هذا الاسبوع عنده الجلسه في المحكمه، الناس تنتظروه باش يمشي نهار 16 للمحكمه. هذا السيد البارحه دار شهاده طبيه وصيفطها للمحكمه، تيقول بانه تيعاني من واحد الوعكه صحيه اللي ما تتخليش يوقف تيضروا رجليه، واضطر انه غادي يسافر الى غرناطه لواحد المصحه طبيه لاجراء عمليه. بالله عليكم واش واحد بهذه التهم، بهذه اللائحه هذه ديال التهم، هذه السجل ديال التهم عاطينو صراح مؤقت، والغريب في الامر انه ما محجوز منه جواز السفر، وانه عنده الحق انه يسافر خارج البلاد للمعالجه. ما عندكش الوقف الرجلين باش توقف، وعندك الكرش باش تسرق، وعندك اليدين باش تطاول على املاك الدوله واملاك المواطن المغربي وتسرق. هاد السيد هذا النهايه ديالو باينه، غادي يبغي يتعالج، غادي يهز باليشتو، غادي يخرج وشافك شفتيه. والمواطن المغربي ضربو تران. شوفوا هاد الشيء الاخوان، التعريه ديال البنيه التحتيه، تيبيع دار مقالع الرمال نوار بدون ترخيص، تيبيع في التراب وفي الشجر بحال ديال التباع، بحال مخلي عليه با ولا مو. شي تنقولوا دائما مسؤول في المملكه المغربيه تيطلع للحكم، تيطلع لشي سلطه، تياخذ شي مسؤوليه او شي مكتب،
تيحسبها ديالته. وهادشي اللي دار هذا النائب البرلماني فعلا دارها بداك المعنى اللي تنقولوا، خدا مسؤوليه ولا تيحسب هاد الجماعه خلى عليه بواه يبيع التراب، يبيع الرمله، يبيع الشجر، يبني فين ما بغى، ما كاينش اللي يحاسبه ولا اللي يتابعه، حيت عارف ما عندناش المحاسبه، ربط المحاسبه بالمسؤوليه. يعني ما كاينش اللي غادي يقول ليه اش تدير الشريف. وغادي نختموا الفيديو ديالنا كيف تنقولوا دائما، لك الله يا وطني ولك الله يا بلدي، والله يعفو علينا والله يعفو على المواطن المغربي من بحال هاد النماذج هادو اللي نشروا الفساد في البر وفي البحر. ونتمنى لكم امسيه طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.